انت قلت يا رضا كلمة حلوة قوي، فرصة. كل حاجة بتتوقف على الفرد، على الإنسان، على الشخص. علاء هو جاته فرصة ومسك فيها بإيديه وأسنانه. احنا ابتدينا معاه واحدة واحدة، ازاي نضمه في المجتمع، ازاي ندخله في فريق، ازاي نتكلم معاه في التغذية، ازاي نتكلم في حاجات كان بيعملها مش مفيدة ليه، ازاي نحطه ضمن منظومة، ازاي نقول له 1 2 3. بس هو كانت هو علاء، هو علاء مش احنا. هو قصة النجاح هي علاء، احنا بس مساعدين ليه، احنا بنوري له الطريق، بنبقى حواليه. لكن لو هو علاء ما كانش عايز يعمل حاجة ما كانش يعمل. فاحنا قلنا له التجربة بتاعتنا، حكينا له احنا عملنا ايه مع الابطال التانيين. وعلاء دلوقتي انا بشوفه هو بني ادم تاني، عنده ثقة في نفسه، ما عندوش حاجة اسمها مستحيل. يعني انا دايما بقول بلبس دايما ان كل حاجة ممكنة، كل حاجة تقدر تعملها لو انت عايز، من غير ما تقول مش عايز اعملها، مش معرفش اعملها. فحتى لما قعدنا على قول مش عايز، لكن ما تقولش ما اعرفش. انا خس جامد جدا وابتدى يلعب رياضه وثقته في نفسه، وابتدى يشجع ناس تانيين وبيدخل بطولات ويبعت لي بقى وهو مبسوط ويتكلم. انا بقى انسان تاني جدا، اشتغل على المثلث صحتنا. بس انا بقول هو علاء، احنا بس مساعدين، واحنا بس مش بنقول لحد يعمل ايه، احنا بنحكي له تجربتنا، بنحكي له نعمل ايه ونقدر نعمل معاه ايه. بس في النهايه انت هو علاء.